النهارده بقى حقيقي عملنا احلى شويه كشري اقتصادي. بجد هيعجبكم قوي، جربوا الطريقه دي وهتعجبكم قوي. قبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك عشان ده بيساعدني ويفرحني وبتدعموني ان استمر في عمل الفيديوهات. وان شاء الله احاول اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، ولو حابين اي وصفه اعملها لكم اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هحاول اعملها في اقرب وقت. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. حبيت اعمل الكشري قبل رمضان عشان طبعا ما بتتعملش في رمضان. يلا بينا. صباح الخير. النهاردة بإذن الله هنعمل الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة، وهنحاول نقلل الإمكانيات والتكاليف فيها عشان تبقى اقتصادية. فأول حاجة هنبدأ بيها هي طبعا البصل. حاطين هنا شوية زيت ما يكونش كتير يعني، عشان هنعمل فيها البصل لأن هي أصلا برضو كمية مش كبيرة. هنا معانا 3 بصلات كبار. هنا حطينا شوية زيت فيها عشان طبعا احنا عايزين نكلفها، اكيد مش هنعملها في بحر زيت، لا هما على قد الكمية هنحط الزيت. هنقول بسم الله، ننزل بيه. وبصوا البصل نقلبه مرة واحدة ونسيبه، ما ينفعش نقلبه كل شوية عشان هيبقى طري مننا كده ومش هينشف. بس شوية الزيت اللي احنا حطيناها متقلقوش هتحمر كله وهوريكوا شكله في النهاية. وحطينا على البصل ذرة ملح، حابين تستغنوا عنها مفيش مشكلة، بس اهم حاجة تكون حبة صغيرين عشان بتحدق البصل جامد. في نفس الوقت اللي احنا حاطين فيه البصل يعني حاطين برضو معاها حلة المكرونة تغلي، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. البصل اهو معانا. بصوا انا حطيت كمان شوية زيت عليهم. في الوقت اللي احنا حاطين فيه البصل اهو بيعمل بنقلبه كل دقيقتين مش على طول. في الوقت دوت احنا حاطين بس على النار نقعين نص ساعة وحطيناه على النار. طبعا هتستغربوا من كمية المية دي، بس هقول لكم انا ليه حطيت المية بالكمية دي بعد شوية. دلوقتي المية بتغلي معانا اهو، واحنا حاطين فيها ملح يعني شكلها كده عشان حاطين فيها الملح. دلوقتي هحط عليها المكرونة. احنا هنستخدم مكرونة سباكيتي وصغيرة الحجم. حطينا كده المكرونه معاها اللي هي السباكيتي والحجم الصغير بتاع الكشري دي. اول ما بنحطها في الميه بنبدا نقلبها. انت حابه تحطي عليها زيت لان انت مثلا هتبقي مشغوله في حاجات تانية براحتك، بس انا محطتش عليها زيت لان انا كده كده هبقى واقفه جنبها فمش هسيبها. مش بحب صراحه احط عليها زيت دلوقتي عشان انا كده اصلا بعد ما نخلص هحط عليها زيت البصل، وهنشوف كل حاجه ان شاء الله مع بعض. اهي حطيتها اهي. هقلبها تقليبه واسيبها كل 5 دقايق هقلبها. نسيت اقول لكم ان العدس هنا لما حطيته على النار حطيت عليه نص معلقه ملح. خلوها في الاول نص معلقه لحد ما اقول لك هتعملي ايه بعد كده، عشان لما تيجي تذوقي الميه بتاعتها ما تبقاش حادقه وتعرفي تتحكمي فيها. هنا بصوا البصل بدأ ياخد لون. هنا بنقلبه كويس ويعني برضو على مسافات عشان بس مفيش بصل يتحرق وبصل لا، يعني يكون كله ياخد لون في نفس الوقت. بنقلبه اهو وما بنقلبش كتير عشان ما يطفوش مننا. هنا بقى العدس بدأ يغلي، احنا عايزينه نص سوا مش سوا كامل، عشان بعد ما يبقى نص سوا هنحط عليه الرز، عشان احنا بنحاول نقلل نستخدم الزيت ويكون كمان بطريقة صحية شوية. فاحنا هنحط عليه الرز عشان ما يبقاش فيه زيت ولا كده. فهنخلي العدس نص سوا عشان على ما الرز يستوي معاه ما يكونش اتهرى خالص منه. وهنا المكرونة بتغلي معانا اهي، بنقلبها كل شوية. بسم الله. هنا انا عملت البصل من غير دقيق، يعني ما عفرتهوش في دقيق ولا حطيت عليه دقيق، عشان زي ما قلت بحاول اخليه اقتصادي على قد ما اقدر. وعلى فكره بالطريقه دي حلوه برضه، وهقول لكم ازاي يطلع بصل ناجح ومقرمش بالطريقه دي من غير دقيق ولا من غير زيت كتير. هنا بقى العدس دخل في السوا، وانا كمان زودته شويه نص كوبايه ميه سخنه كمان. هنحط بقى هنا عليه الرز. انا هنا خدت شويه رز على حسب الحله اللي انت هتعملي فيها والكميه. هنا حطيت بقيه الرز الكميه كلها. بنقلب هنا بقى بسم الله اهو.
انا الوصفه دي بقيت احبها صراحه، وبقيت اعملها دايما. ليه بقى؟ لان اول حاجه احنا هنقلل استعمال الزيت، فهيبقى حاجه صحيه علينا. تاني حاجه ان هي هتشرب ميه العدس، وطبعا ميه العدس مفيده عشان نستفيد منها وما يترميش منها حاجه، عشان اوقات ناس بترمي ميه العدس وتفتكر ان هي مش حلوه ولا كده، بس لا، هي بتبقى مفيده، فنستفيد من حالتين. حطينا هنا بقى هنحط عليها ربع كوبايه ميه كمان بس. هنا بعد ما حطينا شويه ميه كمان، احنا بقى هنا نقدر ندوق الميه دي، نشوف هل هي عايزه ملح تاني ولا لا. بسم الله. هي عايزه شرة ملح صغيره، انت بقى لما تدوقيها تقدري تحددي بقى هي عايزه قد ايه. هنا بقى خلاص هنغطي عليه ونعمله معامله الرز العادي. خدوا بالكم لانه بيشرب الميه بتاعته بسرعه، اول ما يشربها توطوا عليه. بصوا دي كميه الزيت اللي باقيه من البصل هوريكم شكله في النهائي، وكمان هقول لكم على 3 اسرار تخليه مقرمش معاكي من غير دقيق ولا زيت كتير. انا بحب اسيب في الزيت الباقي من البصل شويه بصل كده صغيرين، عشان يبقوا مع الدقه والمكرونه اللي احنا هنعملها. المكرونه هي اللي احنا عملناها. بسم الله. هنحط عليها شويه زيت مش كتير. الحركه دي بقى هتعمل لنا ايه؟ هتخلينا المكرونه مفلفله، مش لازقه في بعض لحد لحد ممكن بالليل لتاني يوم عادي. هنا احنا قلبنا الزيت في المكرونه كده بقت مفلفله، هتفضل معاكي مفلفله عادي مهما تعملي فيها. كده احنا خلصنا المكرونه والرز على النار، ما ننساهوش، والبصل. دلوقتي بقى هندخل على اهم حاجه في الكشري، وهي الصلصه. هنا برضو في حلة اللي انا عملت فيها البصل هسيب شوية زيت مش كتير، ومعاهم شوية بصل من اللي احنا عملناه. هنعمل في نفس الحلة. طبعا هقول لكم على حاجة، ألف ب صلصة معناها توم كتير خل كتير. اللي احنا واحنا ماشيين في الشارع بنشم ريحة الكشري من على بعد شارعين دوت. ليه؟ لانه بيبقى حاطط توم كتير وخل كتير. النهارده هعمل لكم طريقة كشري حرفيا هتشم، يعني الريحة هتسمع في كل الشارع وهتبقى حلوة. تعالوا نبدأ بإذن الله في الطريقة. حطينا الحلة فيها شوية زيت، معلقة توم كبيرة حطيناها كده. بسم الله. بجد انت لما تطبخي الكشري كل مكونات الكشري بالزيت بتاع البصل حرفيا بيبقى طعمه حلو قوي، وتحسي الكشري مترابط كده مع بعض. طبعا احنا حطينا الثوم، هنحط معاه شويه كزبره ناشفه تدي للثوم ريحه حلوه. تحطيه كده وهو ني مع البطاطس والعفر الكزبره الناشفه مع الثوم وهو ني، عشان يتحمروا الاثنين مع بعض ويدوا ريحه حلوه. بسم الله. انا عن نفسي مش بحب طول ما انا واقفه جنب الثوم كده في اوله اقعد اقلب كتير، لا بحب افرده كده واسيبه بقى ياخد لون، واول ما يبدا ياخد لون اقوم مقلباه. بجد مش عارفه اقول لكم ريحه عامله ازاي، بجد حلوه قوي. الكزبره الناشفه مع الثوم وهما بيتحمروا مع بعض كده حلوه قوي قوي يعني. اهو الثوم بدا ياخد لون معانا. نقول بسم الله. اول ما الثوم ياخد لون بالشكل دوت هننزل على طول بالخل. نزلنا بالخل اهو، حطينا الخل على الثوم بنقلب كده، ما نسيبهمش كتير على النار، عشان دايما بيقولوا امهاتنا ان الخل بيطير على النار. حطينا كده، هننزل بالصلصه. بسم الله. بسم الله. هنقلب كده كويس. حطيت كميه الصلصه كلها، حطيت بقيت كميه الصلصه كلها اهو. هسيبها بقى مع نفسها تتسبك. لما يتسبك نص تسبيكه كده ننزل عليه بالتوابل ان شاء الله، وهرجع اقول لكم ايه هي. دلوقتي بقى نشوف الرز بعد ما اتعمل. بسم الله. بصوا مفلفل وحلو ازاي. واحلى حاجه انا بصوا واخد من لون العدس، يعني لونه يعتبر بني شويه، بني على خفيف.
بجد الطريقه دي حلوه، جربوها. بصوا الرز لو لقيتوا فيه ان هو فيه سنه ما استوتش كده، تقدروا تغطوا عليها لحد ما تغطوا عليها الغطا لحد ما وتطفوا النار لحد ما تخلصوا بقيه الكشري. البخار اللي جوه هو اللي هيسوي لي الرز. بصوا هنا الصلصه بدات تتسبك اهي معانا. في الخطوه دي بقى هنحط التوابل اللي معانا. التوابل اللي معانا اهي. بصوا عندنا هنا كمون على حسب الكميه اللي انت عاملاها، سكر عشان يعادل الحموضه بتاعه الصلصه، نص معلقه جنزبيل بيبقى طعمها حلو في صلصه الكشري، زعتر اسفه، كزبره ناشفه، عندنا ملح وبابريكا. بصوا في الصلصه بتاعه الكشري انا عامه بحب قوي طعمها بالكمون، بيبقى طعمها حلو ومميز كده. انما لو مكرونه عاديه كده بالصلصه بحس ان بيبقى لايق معاها اكتر وبحبها اكتر بالفلفل الاسود عن الكمون، ودي برضو حريه شخصيه وطبعا ودي اذواق. فانا الصلصه بتاعه الكشري بتبقى حلوه قوي قوي بالكمون، يبقى كمون، سكر، كزبره ناشفه، جنزبيل، ملح، بابريكا. واللي عندهم حموضه من الصلصه عامه وبيوجعلهم زورهم بعد الاكل اي حاجه فيها صلصه يجرب السكر، نص معلقه سكر على الصلصه بجد مش هتحس باي حموضه بعد كده. نقول بسم الله وننزل بالتوابل. طبعا انا موطيه النار وانا بحط التوابل عشان هتقعد تطرطش علينا ونفرسها. بس كده انا حطيت التوابل عشان الصلصه تشربها ويتغير طعمها يعني. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا قبل ما احط التوابل الريحه بتاعت الصلصه بجد حلوه قوي قوي، جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. انا كده قلبت التوابل في الصلصه ودوبتها، هعلي النار واغطيها واسيبها لحد ما تتسبك، ولما تتقل خالص هنبدا في عمايل الشطه والدقه. بصوا بقى دلوقتي هقول لكم على اسرار وصفه. اول حاجه لازم وانتي بتطلعيها تطلعيها على طبق كبير، دي اهم حاجه. تاني حاجه ان انتي تحطيها على مناديل عشان تشرب الزيت اللي بينزل منها. تالت حاجة ان انتي تحطيها في مكان فيه هوا، حتى لو اضطريتي تشغلي عليها المروحة تمام، الهوا بينشفها. بصي بينشفها. انا عملته عشان عملته في اول وصفة وسايباه نشف اهو مع نفسه. دي بقى اسراره ان انتي تعمليه من غير دقيق ولا اي حاجة. انتي بس اهم حاجة تحطيه في حاجة واسعة، تحطي مناديل وتسيبيه في مكان فيه هوا. وكمان اهم من نقطة ان انت تفرضيه، ما تحطيهمش فوق بعض ابدا ابدا، لو حطيتيهم فوق بعض هيطروا بعض، انما لو فرقتيه هينشف بسرعة. دلوقتي احنا بقى هنبدأ في عمايل الشطة، وهقول لكم ليه انا بدأت في الشطة قبل الدقة. دلوقتي انا حطيت زيت من البصل وحطيت برضو معاه شوية من البصل. دلوقتي هنزل عليه بالشطة، معلقه صغيره من الشطه كده. هقول لكم على نصيحه، الشطه اول ما تحطوها في الزيت وتبدا تغلي على طول تحطوا عليها الصلصه وكل حاجه، عشان خاطر لو سبتوها كتير بجد كلكم هتفضلوا تعطسوا طول الوقت، هتفضلوا ساعتين كده تعطسوا. لان لما هي بتغلي على النار كتير او بتتحمص على النار كتير بجد الريحه بتاعتها بتبقى فظيعه وبتخلي البيت كله يعطس والبيت المجاور كمان. فهي اول ما تتحط كده يعتبر هنديها تقليبه سريعه كده، تبدا تغلي غلوه واحده بس مش كتير. بصوا لونها اصلا من غير اي حاجه، بس لونها اول ما تبداوا تشموا ريحتها على طول تنزلوا بالصلصه. بسم الله. دلوقتي حطينا عليها الصلصه، هننزل بطماطم عشان تبقى زي الصلصه بتاعت بره، بجد بيبقى طعمها حلو اصلا، والطماطم بتشرب الشطه وبتدوب بسرعه في قلب الشطه، ما بتاخدش ثواني وطعمها بيبقى حلو قوي. يا لهوي ريحه فظيعه. عايزين تحطوا هنا شويه ميه كمان مفيش مشكله.
ده انا اللي سبت الشطه لحد ما اتحمرت والريحه هبت علينا الحمد لله. حطينا شويه ميه صغيرين عشان ما تبقاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، اهو بنسيبها تغلي الغلوه. بصوا الطماطم اهي اتدابت فيها اهي، بجد اسهل شطه وطعمها خطير بجد. هتغلي غلوه واحده وهنقطع عليها. بصوا بقى، انا هقول لكم ليه انا عملت الشطه الاول، عشان في المقادير بتاعت الدقه بنحط ذره شطه، فانا صراحه قلت بدل ما احط ذره شطه لا اعمل طبق الشطه، بيبقى صراحه احسن واوفر يعني كده واسرع. فحطيت الباقي معلقه صغيره من الزيت بتاع البصل، وهنحط عليها نص معلقه من الثوم كده، هي بتتعمل بالثوم. المقادير اللي انا هعملها في الدقه بتاعت الكشري وهي على النار كده، انتوا ممكن تعملوها على البارد مفيش مشكله، يعني قدامكم حلين، يا اما تعملوها على النار زي ما انا بعملها، ويا اما تعملوها على البارد. وانا جربت الطريقتين وبصراحه الطريقتين حلوين، ويعني الاثنين نفس الطعم يعتبر. هنا بقى عمايل الثوم هتبقى مختلفه، بمجرد ما انت تحطي الثوم وتلاقيها شمت النار والحفه طلعت كده، هتنزلي عليها بربع كوبايه من اسمه ايه، ربع كوبايه من الخل. انا حطيت خل عليها، هنزل عليها دلوقتي بكوبايه من الميه. بسم الله. هنحط عليها بقى التوابل بتاعتها، ربع معلقه من الكزبره الناشفه، وهنحط ربع معلقه من الكمون، وربع معلقه او تمن معلقه من الملح، وندوبهم كده مع بعض سريعا سريعا. هي في نفس الوقت بتتعمل الدقه وبتشرب من الشطه اللي في قلب الطبق. وقبل ما نطفي، بصوا هي بتغلي غلوه، ولاول ما نطفي عليها نقوم عصرين نص ليمونيه، لو هي كبيره نص ليمونيه، انما لو صغيره يبقى ليمونيه كامله، بجد طعمها بيبقى حلو قوي. كده هتغلي غلوه ونعصر نص ليمونيه واجيب لكم شكلها النهائي. بصوا بقى بجد الشطه دي طعمها حلو قوي قوي، بس ما تغلطوش غلطتي، عشان قعدت اقول لكم ما تسيبوهاش على النار كتير، ما تسيبوهاش على النار كتير. للاسف سهيت وانا بعملها، ومش عايزه اقول لكم بقى الريحه اللي طلعت، بجد ما كنتش قادره. فان شاء الله جربوها بجد هتعجبكم قوي، حلوه قوي قوي قوي. وبكده نكون خلصنا الكشري. ان شاء الله تكون الوصفه سهله وبسيطه بالنسبه لكم. حاولنا على قد ما نقدر نعمله اقتصادي وسهل وسريع بدون حمص او شعريه، حابين نوفر. وعلى فكره لما عملنا من غير حمص وشعريه كان طعمه حلو قوي قوي، بجد جربوه لانه هيعجبكم قوي. هنا بقى كنا بنحط مكونات الكشري كلها في الطبق، طبعا انت على حسب ذوقك وطريقتك تحطيه باي شكل انت حباه. ويا سلام بقى لو عندك في البيت عيش شامي دوت، تقدري تقصيه او تقطعيه حتت صغيره، اللي هو مكعبات صغيره، وتحمريه في شويه زيت وتطلعيه ترش عليه سنه ملح، بجد هيبقى طعمه حلو قوي زي بتاع العيش الشامي او العيش المتحمص اللي عندي بتاع الكشري. والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، وان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. واهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، عشان انتوا بتدعموني وتدعمكم دوت بيفرحني. وان شاء الله اعمل لكم وصفات كتيره سهله وبسيطه وعلى قد الايد. باي باي.